بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين نجم الزمالك في كل مكان، عندنا أخبار وكواليس مهمة جدا جدا من داخل نادي الزمالك بتهمنا وتهم حضراتكم. ولكن في البداية اللي مش مشترك في القناة فأكيد يسعدنا انضمامك واشتراكك لنا، وعايزين نوصل الفيديو ده لأكبر عدد من لايكات وشير في كل مكان. حلقة مهمة جدا جدا هنتابع فيها آخر التطورات اللي بتحدث داخل نادينا الملك نادي الزمالك. يلا بينا على التفاصيل اللي معانا في الفيديو ده، وهبدأ معاك من عند موضوع إيقاف بارون أوشنج صفقة نادي الزمالك الجديدة. خليني احكي لك الموضوع من الالف للياء، واقول لك ان اللاعب الكيني بارون اوشن كان متعاقد مع شركة او وكالة سويدية عشان تسوق اللاعب. وبالفعل اللاعب كان المفروض انه الشركة دي نجحت انها تجيب له عرض من احد اندية الدوري السويدي، والمفروض اللاعب يروح من كينيا الى السويد عشان يعمل اختبار باحد الاندية السويدية. ولكن اللاعب حصلت مفاجأة ان اللاعب يوم السفر ابلغ الوكالة السويدية ان اخته توفت واللاعب هيعتزل كرة القدم نهائيا. خليني اقول لك كمان ان بعد ايام قليلة اكتشف الوكيل بتاع اللاعب اللي هو في الوكالة السويدية، بالمناسبة جنسيته ايطالي. الراجل ده اكتشف ان اللاعب غير الوكالة بتاعته من الوكالة السويدية الى الوكالة المصرية، يعني اللاعب بالمعنى البلدي كده بيضحك على الوكالة السويدية. خليني اقول لك، بعد ما الوكيل السويدي للاعب اكتشف الموضوع، تواصل مع اللاعب وعرف ان اللاعب، واكتشف من احد المصادر ان اللاعب وقع رسميا مع نادي الزمالك. الموضوع ده بيخالف القوانين والسياسات التعاقدية مع الشركة السويدية، اللي هو ان انا افسخ عقدي بطرف واحد واروح اعمل عقد جديد مع وكالة جديدة. الموضوع ده مخالف للسياسات زي ما بقول لك. الموضوع بره الزمالك، ولكن لو تم رفع شكوى ضد بارون اوشنج في الفيفا فهيتم ايقاف اللاعب لمدة 6 شهور، حال عدم هتكون في بنود كده لازم اللاعب ينفذها عشان يتم السماح عنه او يدفع مقابل مادي بالمعنى البلدي كده. في شرط ان اللاعب او في حل ودي ممكن يتعمل ما بين الوكاله واللاعب، ان اللاعب يدفع الشرط الجزائي الموجود في العقد بتاعه ما بين اللاعب الكيني وما بين الوكاله السويديه. ده موضوع بارون اوشنج من الالف للياء. الموضوع بره نادي الزمالك ما حدش يقول ان الزمالك مثلا ما دفعش فلوس تاني للاعب في الفيفا، او ما دفعش فلوس تاني للاعب في الاتحاد المصري لكرة القدم. لا، الموضوع ده بره خالص. ولكن موضوع ايقاف بارون اوشنج هو مع اللاعب من ايام ما كان اللاعب في بلاده كينيا وبيلعب في بلاده كينيا. ده بالنسبه لبارون اوشنج. هنتقل معاك لموضوع اخر بالنسبه لتجديد حسام عبد المجيد. تم ابلاغنا من نادي الزمالك في الصباح الباكر ان الزمالك هيحسم تجديد حسام عبد المجيد بعد العوده من المنتخب. خلاص اللعيبه عادت. الزمالك تاني او ثالث يوم بالكثير بعد ما اللاعب هيعمل التدريبات او هيأدي التدريبات الجماعيه في نادي الزمالك. زي ما قلت لك تاني او ثالث يوم هتكون في جلسه حاسمه مفصله في تجديد حسام عبد المجيد، وبعدها باذن الله نادي الزمالك هيعلن عن تجديد حسام عبد المجيد لعام 2029 زي ما قلت لك في احد الفيديوهات السابقه. كمان خلينا نتكلم معاك بالنسبه لصفقتين السوبر اللي هيكونوا في يناير لنادي الزمالك. مبدئيا نادي الزمالك عاوز يدعم المراكز اللي هي على اطراف الملعب، سواء ظهير، جناح ايسر او ايمن. هتكلم معاك في البدايه عن يحيى زكريا. يحيى زكريا لاعب غزل المحله، بيلعب في الظهير الايسر وبيجيد اللعب كمركز قلب دفاع. الزمالك كنت عارف المعلومه دي من يومين، ولكن كان عندي مشاكل ما عرفتش اطلع معاك. الزمالك تواصل مع غزل المحله لضم يحيى زكريا الظهير الايسر في يناير القادم باذن الله. لاعب مميز جدا جدا. الاهلي والزمالك في الوقت الحالي بيتخانقوا على اللاعب واللي يضم اللاعب اسرع. زي ما كلنا عارفين الزمالك عنده حته ضعف في اول 5 مباريات في الدوري في حته الظهير الايسر، سواء عدم فيجان محمود بن تايج او عدم جاهزيه احمد فتوح. كمان بالنسبه للاهلي ما عندوش اصلا ظهير ايسر. بنتكلم على محمد شكري، الراجل اصاباته كتيره. بتتكلم برضو على كريم الدبيس، الراجل مش بياخد كتير واكتر من محمد كوكا، برضو الراجل على الله حكايته. فانت كده يحيى زكريا اللي هيدفع اكتر هو اللي هياخد خدمات اللاعب. بالنسبه للمفاجاه وزلزال الزمالك مع اكرم توفيق، اقول لك الخبر من الالف للياء. نادي الزمالك تواصل مع اكتر من وكيل لاكرم توفيق خلال الفتره الحاليه وحتى خلال الايام اللي فاتت،
الزمالك تواصل مع احد الوكلاء او اكتر من وكيل للاعب زي ما بقول لك عشان يضمه في يناير القادم. الزمالك حاليا بيضغط وبقوة للتعاقد والتوقيع مع أكرم توفيق في يناير القادم. مش عارف إذا كان الزمالك محتاج المركز اللي هو بيلعب فيه أكرم توفيق أو مش محتاج. اللاعب بيجيد اللعب كظهير أيمن وبيجيد اللعب في مركز 8 أو 6، يعني في كل المراكز دي. ولكن انت عندك في 8 و6 عندك دونجا وعندك محمد شحاتة، عندك برضو احمد ربيع، عندك محمود جهاد واكتر من لاعب، فانت مش محتاج اكرم توفيق. عندك برضو في حتة الظهير الايمن انت لسه بتتفاوض مع محمد احمد هاني لاعب سيراميكا كليوباترا، عندك برضو عمر جابر وضميت بارون اوشن. فانت بتتكلم ان انت مش محتاج خدمات اكرم توفيق عشان انت تروح يعني تتفاوض معاه. وبرضه خلينا اكمل لك تفاصيل يعني الخبر ان الفلوس هي اللي هتحدد قيمة الصفقة. اكرم توفيق تقدر تقول عليه لو في فلوس او في مقابل مادي يوازي او يساوي المقابل المادي اللي بياخده في قطر، فانت كده اللاعب هيجي الزمالك. مش هيجي اللاعب المقابل المادي قليل مش هيجي. اكرم توفيق مش محتاج انه يلعب في قطر اصلا، يعني هو الراجل راح عشان في مصلحة في حتة فلوس زيادة بالمعنى البلدي كده. فاحنا هنشوف الزمالك هيقدر يخلص الصفقة ومش هيقدر يخلص الصفقة، وعلى الأرجح كزملكاوية مش محتاجين أكرم توفيق. لو جبت لاعب شاب، لاعب مميز، لاعب عنده قدرات ولكن لسه محتاج إن أنت تطلع من قدراته، هيبقى أفضل من أكرم توفيق ب20,000 مرة. فنتمنى خلال الفترة اللي جاية إن نادي الزمالك يعني يتراجع عن الفكرة دي وضم أكرم توفيق ويضم يحيى زكريا وأحمد هاني لاعب نادي سيراميكا كليوباترا. وشكرا لكم في النهاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.